مسلسل حكيم باشا مسلسل صعيدي قصته حلوه، مع اني ما كنتش مركز معاه في الاول، بس في بعض الملاحظات والحاجات بما ان صعيدي يعني. اول حاجه اللهجه الصعيدي بتكلفوا فيها جامد، وفي بعض الممثلين بصراحه مش لايقين في الدور خالص. بس بصراحه اللي اقنعني بشخصيته الشريره هو رياض الخولي، عشان كان قبل كده في مسلسل سلسله دم، فتحس ان الدور لايق عليه. انما مثلا اللي كانت قايمه بدور برنسة بصراحه ما اقنعتنيش كمشاهد، وبانها مش عارفه تتكلم صعيدي فالتكلف كان واضح قوي في كلامها. تاني حاجه ان في بعض المشاهد اللي كانت فيها برنسة بتتكلم مع الست الكبيره اللي هي كانت تقريبا الخدامه اللي كانت بتربيها لما كانت صغيره، ده اللي فهمته يعني. كانت بتكلمها بطريقه مش حلوه، وده على العكس في الحقيقه الصعايده دايما بيحترموا الكبير قبل الصغير. تالت حاجه الاسماء الغريبه اللي كانت في المسلسل زي شبل وواصل وغراب وبرنسة، مش عارف الاسماء ديت جابوها منين بصراحه. احنا بنسمي اسماء عاديه والله، محمد واحمد ومصطفى وعبد الله وعلي. رابع حاجه مصورين ان الصعايده دمويين، وان ممكن واحد يقتل اخوه عشان الورث. الكلام ده مش موجود، بالعكس الصعايده بيعتزوا باخواتهم وبيحبوا يبقوا عزوه. اي نعم في بعضهم بيبقى فيه خلافات مع اخواتهم، بس ما توصلش لدرجه القتل يعني. انتوا كده بتشوهوا صوره الصعايده مش بتحسنوها. وبس كده، دي كانت ملاحظاتي او تحفظاتي على المسلسل. وانتوا ايه اللي ما عجبكمش في المسلسل؟